ثورتنا بالدم نغمس لقمتنا، لحن ولحن كله فيدا حريتنا، شهر مبارك على ثورتنا. مدينتنا لهذا اليوم مدينة ربما المعظم أو الجل المشاهدين لم يسمع عنها قبل ذلك. هي مدينة خرجت في المظاهرات للثورة السورية عندما كانت المظاهرات سلمية. مدينة تقع في ريف حلب، هي أبين سمعان. وشاركت هذه المدينة رغم قلة عدد سكانها حوالي 13 ألف إلى 15 ألف نسمة فقط، إلا أنها بعض المظاهرات فيها كان يصل العدد إلى 2000 إلى 3000، يعني تقريبا ثلث يخرج في مظاهراتها. نشاهد هذا التقرير الذي يسلط الضوء عن هذه المدينة. أبين سمعان بلدة صغيرة تتبع لحلب إداريا، وهي ناحية يتبع لها إداريا 5 قرى، وتقع في أقصى الريف الحلبي من اتجاه الغرب، وتعتبر الحد الفاصل بين إدلب وحلب. عدد سكانها يزيد عن 13 ألف نسمة، بالإضافة لوجود ما يزيد عن 7000 نسمة من أهلنا النازحين من ريفي إدلب وحماة. الله لا يوفقك يا بشار، الله لا يوفقك، الله يقرف عمرك عن قريب بجاه الحبيب محمد، مثل ما رجعتنا على الحطب. شاركت بلدة أبين سمعان في الحراك الثوري منذ البداية، ومنها خرجت أول مظاهرة ضد النظام في ريف حلب الغربي، علما بأن شبابها كانوا يشاركون أهل قرى إدلب في مظاهراتهم. متجهون لتجمع في قرية حزان التابعة لإدلب. أيها الشعب السوري العظيم، انطلاقا من واجبنا في حمايتكم وعهدا منا لحماية الأرض والعرض، نعلن تشكيل كتيبة صقور الشام. وبتاريخ 2 تشرين الثاني من عام 2011 انشق الملازم أول محمد عبد الرحمن العبد الله عن الحرس الجمهوري، وحينها كان 7 ضابط منشق على مستوى سوريا في جيش النظام، و2 ضابط منشق عن الحرس الجمهوري، و2 ضابط في حلب. ولأن حلب كانت ثورتها خجولة، فقد بقي الملازم أول في بلدة شنان بجبل الزاوية، وفيها شكل كتيبة صقور الشام التي أصبحت الآن تجمعا ضخما. وفي إحدى معارك صقور الشام في مورك بريف حماة استشهد الملازم أول محمد العبد الله، وبذلك يكون أول ضابط منشق في الجيش الحر يستشهد في سوريا. بلدة أبين هي من أوائل البلدات المحررة في حلب وريفها، لذلك تم إنشاء مجلس محلي ثوري يشرف على إدارة شؤون الناس من تنظيم للخدمات، المياه، الكهرباء، المخبز والإغاثة. كمان قاتل الناس على لقمة عيشها وعلى الطحين وعلى رغيف الخبز، قطع الكهرباء والمازوت وقطع الامدادات بكل انواعها عن هيدي القرية. قررنا فيه نحن كمقاتلين من الجيش الحر انيتنا نوقف بوجه هذا النظام لاخر لحظة. واليوم نحن كمقاتلين في الجيش الحر مو خجلانين ابدا انيتنا نكون خبازين، ولو طار الامر بكره انيتنا نكون عمال نظافه، وكمان رح نكون خبازين وعمال نظافه في ايد، ورح نحمل السلاح بالايد الثانيه. اغلب اللي شايفهم هون هن اساسا قبل ما يكونوا مقاتلين هن طلاب جامعات، هن اساتذه، هن من الفئه المثقفه من الشعب، ومع ذلك حملنا السلاح. ولا يزال الثوار من بلدة أبين سمعان يشاركون في المعارك التي لبقاع سوريا الطاهرة، فقد كان لهم مشاركات في تحرير الفوج 46 في أورم الصغرى، ومدرسة المشاة شمال حلب، ومستودعات خان طومان، ومدرسة الشرطة، وريف إدلب بما فيه مطار تفتناز، والعديد من أحياء مدينة حلب. وفي معارك القصير كان لشباب أبين شرف المشاركة هناك. في ظل الثورة قدمت بلدة أبين سمعان ما يزيد عن 60 شهيدا، بعضهم بالقصف والبعض الآخر في الاشتباكات. ريف حلب أبين. إعداد وسيم الحمصي وتصوير أحمد عبد الرحمن من المركز الإعلامي السوري لبرنامج أطياف الثورة.
قناة وصال. الطيران الأسدي. الله أكبر عليك يا بشار. إذا كان هذا تقريرا عن قرية أو مدينة أبين سمعان في ريف حلب. ننتقل الآن إلى الصحافة والثورة. شهر مبارك على ثورتنا بالدم من غم